هلا والله، شلونكم؟ جيتكم طريقة عمل عجينة البقلاوة لأن هواي من المتابعين طلبوها مني يأمروني أمر. راح استخدم هذا الكوب قياسات مضبوطة وكاملة، وإذا تريد عجينة كبيرة ضاعف الطحين وتعجنها على قياساتي. تعالوا على الطريقة. أول ما نجي نحضر العجانة أو جدرية، أي شي تخلي بيه الطحين. هذا كوب، كوبين، هذا الثالث، وهذا الرابع، وهذا الخامس. حسويها 5 كواب. بعد ما ضفنا الطحين، وهسه راح اضيف نص كوب حليب، 1 مكيالة ملح. بعد ما ضفنا المواد هسه راح نطرقها طرقة بسيطة. وراها راح نجيب المي بارد ونضيف شوية شوية، وهسه راح نعجن بيها. وهسه راح نضيف مي لحد ما نوصل العجينة اللي احنا نريدها، والمي مو قياس، انت تعجن تدير شوية شوية. ومستمرين بالعجنة لحد ما اكتملت عندنا العجنة. هسه راح نخليها على الميز ونحط طحين على الميز شي قليل حتى ما تلزق عندنا العجينة، ونعجنها بهاي الطريقة. طريقتها سهلة ومو صعبة، وب3 مواد فقط. وانا عندي عجانة بس حبيت اشوفكم عجينة البقلاوة تنعجن بالايد، وسهلة ومو صعبة وتطلع خرافية حبايبي. والليونة لازم تكون وسط، لا هي لينة ولا هي قوية. بس اكتملت عندنا عجينة البقلاوة. شوفوا شلون طلعت، الا تخبط ب3 مواد. هسه راح نجيب علاقة ونخليها داخل العلاقة ونخليها ترتاح 10 دقائق. بعد ما ترتاح 10 دقائق نقطعها ونشبكها، وراها نفتحها الفتحة اللي احنا نريدها. ان شاء الله عجبتكم الطريقة، طلنا متابعة ولايك، ومع السلامة.